هذا الشيخ او حجي المهم، شوف يا بيساعدني يا بيسلمني، انا وحظي بقى، يعني اجباري بدي الشخص يساعدني، يعني ما في حل. انا بمنطقة مقطوعة، لا معي مصاري لا معي، يعني حتى حفيان انا راكب، يعني ما معي شيء، كل شيء شلحوني اياه بالمحل اللي ما حجزوني. ف الختيار كان داير ظهره علي وهيك متجه لناحية الغنم، فأنا من ورا ركضت على الختيار، دخلت على رجله، اختيار جن جنون ومفكر طلع له شيء جنية. قلت له يا شيخ يا عمي حجي أنا داخل على الله وعليك يا ابني. يعني أنا بتذكر هي الموقف، يعني فعلا مثل ما بيقولوا المثل المضحك المبكي، يعني لا بتعرفي تضحكي لا بتعرفي تبكي. الشيخ لا تأذونا ما نأذيكم، ما بعرف كان عم يقرأ هيك تعويذات. قلت له يا شيخ أنا يعني ماني جن، أنا بني آدم مثلي مثلك. قال أنت يا ابني رعبتني، خير شو صاير معك؟ قلت له شيخي قصتي 1 2 3، أنت وضميرك والله ثالثنا فوق، ما بدك تسلمني سلمني، بدك تساعدني ساعدني، اللي بتقدر أعملها أنت، ما عاد يفرق معي أنا. فقال له اوكي، قال لي خليك هون، اعطاني هي مثل هي شو بسموها الفرو تبع كان لابس الشيخ، فروه. ايه فاعطاني اياه، قال لي خليك قاعد هون، وطلع تليفونه وحكى مع ابنه بعتقد. المهم قال له يا ابني جيب اكل وجيب شيء يلبس، يعني شاكو شحاطه وقلابيه وجمدانيه، قال جيبه وتعال بسرعه. فقبل ما يجي ابنه كان عم يسألني هذا الزلمة انه انت وين بدك تروح؟ بدك ترجع على كوباني عين العرب؟ يعني صعب اذا انت عم تقول انت هربان منهم، اذا بدك ترجع كلها حواجز بمسكوك مرة ثانية. قلت له انا اصلا طالع على تركيا. قال خلص طالع على تركيا انا بساعدك تطلع على تركيا. المهم اجى ابنه جاب اكل، اكلنا وانا ما بقدر اكل يعني. المهم لبسنا، عملت يعني لبسوني لبس عرب، يعني قلابيه وجمدانيه وكذا، لبسوني لبس عرب. وقال له لابنه بتروح عمارع، كان في واحد هناك اسمه ابو حسن بيدخل الناس من اراضي السوريه الى اراضي التركيه، الله يذكرهم بالخير. فقال بتروح لعند عمك ابو حسن تقول انه ابي بيسلم عليك وخلي يدير باله على هذا الشاب. ووقتها انا دخلت لاراضي تركيا، وطبعا دخلني لأراضي تركيا وما أخذ مني مصاري لأنه ما معي مصاري وهو عارف حالتي. المهم دخلت لأراضي تركيا، بعدين هناك بكافيه بحدود تركيا كان في واحد كردي فاتح مثل مطعم وكافيه يعني. فمن خلال تليفونه فتت على الانترنت على الفيسبوك، تواصلت لأنه ما معي تليفون، فتواصلت مع قرايبي كانوا عايشين براتشيك بالتركيا، فاجوا اخذوني. وبعد 4 5 اشهر انا بعد ما وصلت على مدينة ازمير، يعني كنت عايش بالصدمة، صار معي اكتئاب حاد، لانه انا كنت لسه ما مصدق انه انا صار معي كل هذا الشيء اللي انا مريت فيها. بعدين التقيت بالشخص، رحت على الكنيسة، وبتاني يوم بالليل اني كشفت انه انا فعلا اللي خلصني هو الرب يسوع اللي خلصني، ما حدا ثاني اللي خلصني، الحمد لله. لانه طلع لي عدة مرات في المنام. الحمد لله على سلامتك، والمسيح قام. يلي عم يتمسخروا تحت لسه اولاد عمي 2 14 سنه منه معروف مصيرهم وين، لسه ما بنعرف ميتين. ما تردوا على التعليقات، شو عم نحكي؟ ما ترد على الناس، مو مشكله. فانا يعني يا ابن الحلال نحن كل حوارنا صرنا شغلتي التعليقات، صرنا كل الوقت يا جوان نحن عم نقول انه الناس احيانا في حقائق ما انا حابه تعترف فيها فبتقوم بتكذبها، فخلص لا ترد على التعليقات. وفي ناس ثانيه مصدقه وخلاص يعني. الله يحميك. يعني انا اللي ما عم بفهمه بهاي التعليقات اللي كنا عم نقراها، ما عم بفهموا بهاي التعليقات اللي كنا عم نقراها. الكل لما تسالهم بيقول لك داعش هو صنيعه مخابرات، هن عم ببرقوها هلا عم ببرقوها. ليش اليوم لما شخص عم يحكي هاي الوقائع عم بتدافعوا عنها بطريقه او باخرى؟ يعني تبريء لل11 بطريقه غير مباشره. تفضل استاذ عبد. طب يعني انا بدي اطلب من كل حدا، الشخص طالع بوشه 500 مشاهد، طالع على قنوات، يعني اكيد ما عم يخترع قصه من وحي الخيال. في عندي فيديوهات كثيره على مع اخت ماجي خزام ومع اخ رشيد يا بافي لك شغله، هي الاشكال، هي الناس اللي هي عم تكذب قصتك، اذا بينزل الرب ما حيصدقوها.
تمام؟ مع الاسف ايه مع الاسف. فما تعذب حالك. يا اخت فينيكس في شغله بدي اقولها كمان، لانه في ناس عم بيقولوا انه انا بس صارت يا بابي هي الخربطه اللي صارت باسماء المدن اللي انت ذكرتها، انت ما فتت على قلب مارع، انت مرقت من حد مارع، هن عند مارع اخذوك مو بقلب المدينه. ما عم بقول لك انا بهذيك المناطق، بس قالوا لي انا بتابع بمكان تابع لمارع. اوكي فيني اخذ ثانيه؟ اللي بيكرر تكست، لحظه ثانيه، اللي بيكرر تكست اكل بلوك، اوكي؟ واللي بده يغلط على حدا من حديث الناس الضيوف كمان اكل حظر. شكرا. طيب تفضل استاذ عبد الرحمن، بس انا بدي اطلب كل حدا هلا